من اكبر المشاكل اللي بيخلقها التسدي او الجاينوماستيا هي انها بتجبرك تتكسف تقلع قدام اي حد التيشيرت او حتى تلبس هدوم فت عليك، بل بتعيشك في دوامه الاوفر سايز واللبس اللي ملوش اي علاقه بسنك اصلا، عوضا عن انه موضه. يعني ناهيك بقى عن جانب الحزن والضيق اللي بتسببه لك، كمان التسدي هو من اكبر المشاكل اللي بتسبب لك عدم ثقه في النفس، ودي بالنسبه لي هي اكبر مشكله بتواجه اي حد عنده تسدي. في الاول عايزك تعرف ان مشكله التسدي بناء على الدراسات هي عند 65% من الرجاله، بجانب انها بتتقسم لنوعين: تسدي حقيقي وتسدي كاذب. والنهارده هنحلل المشكله دي وهخليك تخرج من الفيديو ده قادر تتعامل معاها وقادر كمان تحلها ان شاء الله. التسدي او الجاينوماستيا هو عباره عن زياده في نسيج الغده اللبنيه عند الرجاله، ومن التعريف ده عايزك تعرف ان مش اي بروز عند منطقه الصدر معناه ان هو تسدي فعليا، لان البروز ده ممكن يكون ناتج عن تراكم دهون او زياده في الغده اللبنيه او الاثنين مع بعض. وعشان كده اول خطوه عايزك تاخدها مش ان انت تروح تدور على علاج، بل انك تتاكد هو التسدي اللي عندك ده حقيقي ولا كاذب. والتسدي الحقيقي زي ما شرحنا فوق ان هو زياده في الغده اللبنيه، وغالبا ده بيظهر بسبب التغيرات الهرمونيه او نتيجه لبعض الادويه، وبنسبه كبيره هو بيحصل في فترات البلوغ عند الشباب، وبعد فتره من استقرار الهرمونات بنسبه كبيره جدا هتلاقيه راح. التسدي الكاذب بقى ما بيكونش ليه اي علاقه بنمو الغده اللبنيه، هو بينتج عن تراكم الدهون في المنطقه بتاعه الصدر، فبيهيئ لك ان انت عندك تسدي. والتعامل مع التسدي الكاذب بيكون مختلف تماما عن التعامل مع التسدي الحقيقي. طيب ازاي نقدر نحدد ده؟ في اختبار بسيط ممكن تعرف منه التسدي اللي عندك ده كاذب ولا حقيقي. في الاول هترفع ايدك لفوق خالص وترجعها لورا بالكامل، وتبدا تشوف المنطقه بتاعه الصدر، لو هي مستويه ومش حاسس ان فيها اي بروز فبنسبه كبيره ده تسدي كاذب. ولكن لو لقيت المنطقه بتاعه الحلمه فيها بروز تقدر ان انت هنا تبدا تضغط عليها، ولو حسيت ان في كتله كبيره عند منطقه الحلمه فبنسبه كبيره ده تسدي حقيقي. لكن لو لقيتها طريه زي الدهون كده فبنسبه كبيره ده تسدي كاذب. الاختبار ده هيعرفك بشكل مبدئي هل انت عندك تسدي ولا لا، ولكن في النهايه التشخيص الكامل بيكون لدكتور. والسؤال الاهم بقى لاي حد عنده تسدي: هل الجيم يقدر يعالج لي المشكله دي؟ والاجابه ببساطه هتعتمد على النوع. فلو انت عندك تسدي كاذب فالجيم مع نظام غذائي هم افضل حل ليك، لانك عن طريق النظام الغذائي هتبدا انك تنزل دهونك، ولما تتمرن تمارين مقاومه بشده عاليه هيبدا ان منطقه الشيست عندك يطلع فيها كتله عضليه، فالشكل هيتغير تماما. اما بقى لو مشكلتك تسدي حقيقي ومرتبطه بالغده فهنا التمرين هيخلي عندك عضله الشيست اقوى واوضح، ولكن مستحيل يشيل لك البروز، لان المشكله هنا في الغده مش في الدهون. وده يودينا لسؤال مهم جدا: هل في جلسات علاج طبيعي او دواء او مكملات غذائيه تقدر انها تشيل الغده؟ ببساطه مستحيل، وده لان العلم لحد دلوقتي ما اكتشفش حاجه زي كده. علاج مشكله التسدي الحقيقي هي الجراحه. طيب لو عملت العمليه هل التسدي ممكن يرجع تاني؟ في اغلب الحالات الغده اللي بتتشال عن طريق الجراحه ما بترجعش تاني. وبرده في معلومه لازم تبقى فاهمها: لو انت كان عندك تسدي كاذب وراح بالجيم والدايت ورجعت بوظت الدنيا تاني وبطلت تمرين، فلو وزنك زاد من القعده وكتر الدهون فبنسبه كبيره التسدي ده هيرجع تاني، لان جينيا عندك الدهون بتتراكم في منطقه الصدر، فبناء عليه لما تزيد دهون هترجع في نفس المنطقه تاني. ولو انت برده عندك تسدي حقيقي ومش قادر تدفع فلوس العمليه، برده مع التمرين والتغذيه هتحسن شكل الشيست، او مش هتختفي تماما ولكن هيبقى احسن من الاول كتير. يبقى كده احنا عرفنا مشكله التسدي، وعرفنا ان هو بينقسم لنوعين: تسدي حقيقي وتسدي كاذب، وعرفنا ازاي نتعامل معاهم، وعرفنا ان الجيم والتغذيه هم اهم حلين لاي حد عنده تسدي كاذب. وبكده تكون عرفت كل حاجه عن التسدي وعرفت ازاي تحل مشكلته.